السلام عليكم. أريد أسأل العقلاء سؤال منطقي، سؤال عقلاني، يعني سؤال يجاوب عليه الأشخاص المنصفين اللي لديهم وعي ولديهم مصداقية ولديهم أيضا إنصاف، يعني القليل من الإنصاف. مصطلح التطرف وصناعة التطرف من أين أتى؟ ومن الذين يروجون ويدعمون ويصنعون التطرف؟ أليس الأوروبيين؟ نعم، أليس أغلب الأوروبيين يصنعوا صناعة. شلون؟ أنا أقول لك شلون. عن طريق الأفلام. يعني أغلب الأفلام اللي موجودة مال الأوروبيين هي عبارة عن تطرف ويصنعوها صناعة. شلون؟ لما يعلم الطفل من خلال المسلسلات والأفلام الأجنبية والأوروبية شلون يمسك السلاح، شلون يعبي، شلون يختال، شلون يفجر، كل صناعة هذا موجودة، يعرض في الأفلام ويعرض في المسلسلات وفي السينمات وفي كاسيتات وفي الإنترنت. صناعة التطرف وصناعة العنف بدأ ولا زال من أوروبا. أليس من العقل إنه واحد يفكر ويشوف ويسأل نفسه منو هو يروج للتطرف؟ منو يبث التطرف؟ أليست الأفلام والمسلسلات كلها تحمل السلاح وكلها تعلم الأجيال على حمل السلاح، وكل الأفلام موجود فيها عنف، ونقدر نقول عليه إرهاب نفسي، إرهاب جسدي، إرهاب فكري، إرهاب اجتماعي، ويعرض في الأفلام ويعرض في السينمات. ولا افتح أي قناة الآن طلع أي فيلم أوروبي راح تلقى كل قتل وكل تفجير وكل صناعة مدفوعة الأجل مدفوعة الثمن. هذا كله شنو يعتبر؟ أنت كمنصف وأنت كمنصفة، منين بدأ وين انتشر ومنو جاي ينشره؟ يعني منو جاي ينشر هذا التطرف؟ ومنو جاي ينشر هذا الإرهاب الفكري، الإرهاب الاجتماعي، الإرهاب السمعي، حتى السمعي والنظري؟ شلون تريدون نتغافل ونغفل عن هذه الأشياء وهي موجودة في الشوارع وفي البيوت وفي المدارس، تعرض في السينمات في البلاد المختلفة؟ هذا منو صناعة؟ منو جاي يروج لها؟ شلون أني أسمح بحجة هو ممثل يعلم الناس شلون يحملون السلاح؟ شلون أسمح له؟ شلون أعطيه تصريح؟ شلون أخليه يمارس هذا العنف والإرهاب والتطرف وينشره بحجة هو ممثل؟ ماكو ممثل، هذا مو ممثل، هذا مجرم قانوني، مجرم من خلال القانون، مجرم مدفوع الثمن. نفس الفيلم اكو متطرفين يعطوهم فلوس يقولوا لهم روحوا سووا هيجي. منو جاي يعلم الناس؟ انصاف، شوية انصاف نريد حتى نعرف ونشخص منو اللي جاي يسوي هذه المشاكل بالعالم كلها، ومنو جاي يروج لها، ومنو جاي يبيعها ويسوق لها. المنصفين يا ريت يجاوبونا، والمخلصين
من الشعوب اللي لديها وعي وتريد تحارب هاي الناس وهذه المجتمعات والشركات اللي تعنف وتروج للتطرف وتروج للعنف بحجة الإعلام وبحجة المسلسلات والأفلام، وتكسب المبالغ الضخمة والأموال الهائلة من أجل تخريب المجتمعات وتخريب عقول المواطنين، أيا كان هذا المواطن، كان عربي، كان أوروبي، كان صيني، كان ياباني، كان هندي. الهدف هو تخريج أناس لديهم أمراض ولديهم عنف داخلي وخارجي ينعكس على المجتمع، ينعكس على الفرد، على الأسرة، على المحيط، على البيئة اللي يعيش فيها. خلونا نسوي حملة توعوية، حملة نوعي بيها الناس ونحدد منو أسباب ومسببين هذا التطرف من أمه، ونشخصهم ونذكرهم. وإن شاء الله وصلت الفكرة. شكرا لكم جميعا.